بالنسبه للناس كلها جيسي وصلت للعالميه، ودي حاجه حلوه جدا، وعملتي ده في سن صغير قوي. احكي لي بقى على فكره داجوت، والترشيح جالك ازاي، وايه اللي حصل وقتها، وردة فعلك نفسها وقتها كانت عامله ازاي؟ انا في الاول عملت اوديشن. هما ما كانوش عايزين بنت يعني specifically من مصر، هما كانوا عايزين اي بنت من دول عربية، لان هم مش عايزين يفوكس على بلد معينه، لان هي قضيه مهمه، هي بتتكلم عن بالظبط فعلا. التحرش والاغتصاب وجواز القاصرات. بالظبط. فده بيحصل في كل الدول سواء في اوروبا او في مصر، فهم ما كانوش عايزين حاجه معينه. بالظبط. فانا عملت اوديشن. طبعا قعدنا يعني الاوديشن خد سنه ونص، لان انا عملت اوديشن وبعدين ري اوديشن ولحد ما المخرجه جت والحمد لله كانوا بيصفوا خلاص. كنت ويعني حاسه كنت من محظوظه ان انا جواكي ان الحمد لله انت اخترت. هتتاخدي في الفيلم ده؟ بصي انا هقول لك، صراحه. انا هقول لك بصراحه. انا اول مره قابلت المخرجه، مم. كان الاوديشن مع المخرجه على طول، ما كانش اوكي. اوديشن كده. فقابلتها، طلعت اتصورت صوره كده، كنت لسه طفله صغيره بقى على سناب شات وبتاع، وعملت دي 1. مم. ما تسالنيش ليه، بس انا قلبي حاسه ان في حاجه يعني ممكن. اوكي. كتبت دي 1 عشان لو حصل حاجه اكمل دي 2 دي 3 دي 4 وهكذا بقى لحد ما نصور. والحمد لله كنت محظوظه جدا ان انا خدت وصورتي ده الدور فعلا، وصورت وعملتي دي فعلا. 1 و 2 و دي 3 حقيقه، وكل انا معايا حاجه. صور بس يعني ما نزلتهاش لغايه النهارده لان كانت صور صعبه يعني، بس انا عملت كده فعلا. شايفه ان ذا جوت اثر عليكي في حاجه؟ انا اصلا جالي كلام جدا، ان انت كمان تعبتي وقتها. دي حقيقه. ازاي بقى؟ لا قولي يعني، احكي لي بقى القصه يعني كامله، انا عايزه القصه كامله هديك كلها. القصه كامله. هو تعب، كان في تعب من بطرق مختلفة يعني. واحنا بنصور انا كان في مشهد مفروض ان البنت بتغرق عشان يعني من كتر ما هي تعبت بتغرق وحاجات كده. فاحنا كنا بنصور في درجة حرارة واطية جدا، فالجو كان تلج واحنا كنا في انت صحراء. محتاجه تقلي كنا شويه. كنا في صحراء، ولو شفتي اللي انا لابساه كان حاجة خفيفة جدا. اوف. و... واحنا بنصور في كذا ليك، مش ليك واحده، عايزين ليك من بره شكلها حلو، ليك من جوه غويطه، ليك مش عارفه ايه، كل ده في يوم واحد. فلو احنا بنتنقل من هنا لهنا لهنا، وحتى بس بطانيه عليا، فاللي هو كان الموضوع صعب. انا جالي هايبوثيرميا. انا يعني وانا تحت كده ما كنتش مستوعبه ان انا خلاص انا فقدت الوعي، ما كنتش مستوعبه ده. رامي الخولي هو اللي اكتشف ده وانا تحت، وبعدين راح طلعني. وطبعا الاخراج والانتاج وكل الناس كانت يعني هلفل جدا، وكانوا يعني خايفين عليا جدا، وقرروا ان هم يلغوا المشهد بعد ما انا ريحت هنعمل ايه شويه. عشان نصور ما المشهد ده؟ بالظبط، صعب لا قوي. قرروا طبعا لان هم كانوا حسوا ان احنا كده وصلنا للاكستريم بزياده بالظبط بقى. بالظبط. بس انا بعد ما ريحت شويه يومين، وبعدين I recharged. قلت لا، حسيتي ان انا انا عايزه اصور المشهد اصور ده؟ المشهد ده، يعني اصور المشهد ده. ما كنتش حابه خالص ان اي مشهد من الفيلم ده يتشال، لو عشان ايه. ففعلا عملنا كده. طبعا بقى كان اختلفنا بقى في ان احنا لا صورناه بقى وسخنوا لي ميه وعملنا حاجات، يعني الموضوع كان في طقوس بقى كان هتتعمل مختلف عشان خالص. اعرف. بالظبط، كان الموضوع مختلف خالص، بس حسيت ان كانوا انا لا. بيعملوا لك ايه؟ قولي لي. كانوا بيعملوا لي ايه زي كانوا بيعملوا لك انت تقولي في طقوس، وفي بيعملوا لي ميه ومش لا عارفه يعني ايه. سخنوني ميه، حاطيني في ميه سخنه وبتاع وهوت سبرينج وكده عشان ما احسش خالص. لا ما كانوش عايزين يجازفوا تاني ان انا ابقى بردانه بقى واتعب في الميه المره الجايه خلاص يعني. بالظبط. تعب مننا جدا. وغير بقى تعبت بطريقه تانية ازاي بقى؟ بعد ما خلصت التصوير اصلا، يعني لان المشاهد كانت صعبه جدا، حاجه كانت قاسيه سايكولوجيكال جدا. اكتر، صح؟ بالظبط. كانت قاسيه جدا، وانا كنت في سن صغير، كان عندي 12 سنه. فالموضوع كان بالنسبه لي ان انا استوعب كل الحاجات اللي كانت بتحصل في الفيلم دي، كانت حاجات تقيله. طبعا مامتي يعني بشكرها جدا ان هي حافظت على ده، وحاولت ان هي تخليني واستوعب بالطريقه اللي هي ما تاذينيش. اوكي. بس وانا بصور الموضوع كان صعب، الموضوع كان فعلا اذاني من ناحيه ان انا كنت بطلع مشاعر كبيره وكتيره، وما كنتش عارفه استوعب ان ممكن بنات يحصل لها كده بجد. اتأثرت فعلا بالقصة، ويمكن ده كان بيديني موتيف اكتر كل يوم ان انا لا، احنا كنا بنصور كل يوم في سيوة كل يوم، أوكي. فالموضوع كان بيديني موتيف اكتر ان انا لا، انا هعمل الفيلم ده. انا عايزة فعلا القصه توصل. القصة توصل، القضية دي توصل لكل الناس. بس لما رجعت حسيت بقى ان انا لا، محتاجه محتاجة بريك. بريك بالظبط. فعلا. ما كنتش
يعني لو كان جالي اوديشن، لو كان جالي دور، لو كان جالي اي حاجه، لا 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 انا مش عايزه، انا مش عايزه، كنت محتاجه للدرجة دي فعلا وصلت للدرجه لها؟ دي، وصلت دي. وساعتها لجأت للدانسينج، ان انا اوكي. اطلع بقى، يعني انا كده كده برقص من نيجاتيف وانا عندي 6 نيجاتيف سنين يعني، بالظبط. بس لجأت له اللي هو بدأتي ده الحاجه الوحيده اللي تشدي هعملها. في التريننج اكتر. اشد في التريننج اكتر، ده الحاجه الوحيده اللي انا هعملها، ان انا اطلع كل النيجاتيف اللي حصل. في نيجاتيفيتي كده جواكي، فانت قعدتي قد ايه عشان تبقي كويسة بعديها؟ ممكن غالبا، لا ممكن غالبا اقول لك 3-4 شهور اللي ركزت فيهم بقى، اللي هو يعني مثلا لما بعد كده لقيتي مثلا بعديها ان انت دورك في ذا جوت خد احسن ممثله شابه، ده ما خلاكيش ان انت خلاص انا هخرج من النيجاتيف، الحاجات النيجاتيفيتي اللي انا حاسه بيها بس دي، انا ما وهدخل خدتش ما خدتش في ساعتها. اوكي، ده جه يعني بعديها. الفيلم خد وقت في كل حاجه، اوكي. واتعرض اصلا واحنا بنصور سيزون 2 كامل عدد. مم. فاللي هو انا حسيت يعني كان خلاص كل النيجاتيف كله اتشال وكل حاجه اتشالت، ويعني كنت خلاص كويسه، وبعدين بقيت كويسه اكتر لما عرفت كده. طب كان احساسك ايه بقى وقتها؟ كنت مبسوطه يعني، مش قادره اشرح، كنت كنت مبسوطه جدا. بتنطط في لا كنت مبسوطه جدا، كانت اول جايزه اخدها في حياتي، واللي هو ايه، مش جايزه بسيطه، عن فيلم انا فعلا تعبت فيه، والكرو كله تعب فيه، وكل واحد كان بيحاول على قد ما يقدر يعمل احسن ما عنده. اوكي. فلا كانت حاجه يعني كبيره قوي بالنسبه لي. يعني كان احساسك ايه مثلا بعديها لما وقفتي على ريد كاربت ولقيتي ان انتي اللي هو ده انا موجوده على البوستر بتاع الفيلم ده، وايه بقى؟ والله مش عارفه لا انت أنا- اصلا عينك بتلمع وانت بتتكلمي ايوه، ده. لا انا واحنا بنتفرج على الفيلم انا كنت اتفرجت عليه في القاهره اوكي. قبل ما يروح روم. كنت عارفه اصلا ان هو خلاص هيتعرض في مهرجانات دوليه؟ انا كانت إلاريا المخرجة كانت بتقولي ان هو هيتعرض، وانا كنت بتوقع ان هو هيتعرض، بس ما كنتش متوقعه كل ده. يعني انا كنت عارفه ان هو هيتعرض في دول كتير، بس أنا ما كنتش متوقعه كل اللي حصل ده. واحسن حاجه ان انت حطيتي اكسبكتيشن بس ما حطيتيش هاي اكسبكتيشن وجي الهاي اكسبكتيشن. انا من نوع الناس اصلا اللي دايما في حياتها بقى بتحط اكسبكتيشنز قليله جدا، عشان لما تعلى تبقى مبسوطه قوي. انت عارفه ان دي حاجه كويسه جدا انا فعلا. كده بالظبط. جدا انا كمان كده في بحب اللي حياتي هو بقى يعني بالظبط، وبحس الموضوع مريح اكتر، اللي هو لا مش هفضل مش هتوقع حاجه، جت ما جتش خلاص. لو الحمد لله على انا احب أيوة. دايما فيز اللي هو ايه الحمد لله على كل حاجه. فوانا بتفرج على الفيلم التاني مره في روم، عمال اعيط على وانا اللي هو انت تتفرجي عليه يا بنتي قبل كده بتعيطي؟ ما انا شفته. انا كنت بمثل بقى انا متفاجئه ليه عماله اعيط، واللي هو ايه استاذ عمرو سعد كل شويه يبص لي كده يقول لي خلاص طب ما تعيطيش كفايه كفايه. طيب وانا بفضل اعيط يقول لي هنا وهناك. لا كنت يعني الموضوع كان